السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب سندريلا سيكريت بتاع هبة السواح، الكتاب ده خطير خطير خطير. ينفع أي حد في الدنيا يقراه، حد صغير حد كبير ست راجل. الكتاب ده عظمة، حقيقي 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 ما تشبعش منه. ففي حتة في الكتاب كده في النهايات خالص وهي بتشطب الكتاب بتقول: الحياة قصيرة، الحياة قصيرة جدا، أقصر من إنك تعيشي حياة حد تاني. مفيش مشكلة انك تتأثري بتجارب غيرك، بس في الاخر ما تعمليش غير اللي فعلا هينفعك في رحلتك انت. يبقى اول حاجة من الحياة قصيرة، هي قالت بلاش نقارن نفسنا بحد ونعيش حياة اي حد تاني. ده معنى من معاني الحياة قصيرة. وراحت جايبة مقولة لستيف جوبز بتقول: لا تحيا حياة الاخرين فالوقت محدود. يعني يا دوب الوقت تعيش حياتك انت، مش محتاج بقى تبص لحد تعيش زيه. ده اول بند من بنود الحياة قصيرة. ايه كمان بسببه تقولي ان الحياة قصيرة؟ الحياة اقصر من انك تعقديها على نفسك. الحياة كده كده هيبقى فيها صعوبات وتحديات، فبلاش انتي كمان تصعبيها على نفسك. عفري وسعي في الدنيا بس ما تتخنقيش معاها وتعاديها. انتي مش في حالة حرب مع العالم. خدي الامور بالراحة وسهلي الحياة على نفسك وعلى غيرك عشان ربنا يسهلها عليك. اضحكي كتير زي الاطفال. حطي تحت دي بصي خطوط محترمة. اضحكي كتير زي الأطفال، وما تاخديش كل حاجة بجدية رهيبة وعلى أعصابك، لأن انت اللي هتتعبي وروحك هتعجز بسرعة. بسطي الأمور على قد ما تقدري. بسطي حتى طريقة حياتك وأكلك وفرش بيتك. اتعودي تسكتي دماغك كل يوم 10 دقايق، 10 دقايق بس مخك يهدى فيهم من التفكير والهم. فكري ايه اللي بيبسطك واعمليه عشان تحبي حياتك وتعرفي تكملي الطريق. ما تشغليش نفسك بمين هيفكر ازاي طالما ما بتعمليش حاجة غلط، لان الدنيا فعلا قصيرة. الحتة دي او الفقرة دي اللي هي بتتكلم فيهم ان الحياة اقصر من انك تعقديها على نفسك. يعني كنت قبليها بافكّر في حتّة إيه، عارفين العربيات المتصادمة اللي بنلعبها في الملاهي؟ ده وضع الحياة، اللي هي أنتِ في الحياة عاملة زي ما تكوني راكبة العربيات المتصادمة اللي كده، كده وأنتِ ماشية هتخبّطي. وساعات وأنتِ سايقة العربية المتصادمة بتُقفي غصب عنِّك، شمالِك ويمينِك وقدّامِك ووراكِ. الواحد كده اتزنق في corner كده أو في حتّة، موقف. ده الحياة. زي ما العربية بتتزنق كده في المكان ده، احنا كمان في مواقف معينة بنتحط فيها، بنتزنق في الموقف ده بحزن بزعل بضيق بخنقة بأي شيء. بس اللي راكب العربيات المتصادمة بيعمل ايه؟ هو عارف ان هو واقف وعالق في المكان، وفعلا متحاوط بظروف، بس هو علشان لعبته كده إن هو لازم يطلع، فبسرعة بيطلع على يعني رغم إن هو واقف ومتعطّل ومتضايق، بس هو داخل علشان يطلع. لكن في ناس بتدخل المواقف معاهم اللي بتضايقهم وبتحزنهم، المواقف اللي بتخش عليهم بتجِد عليهم، بيخشوا ويقفوا ويتنّحوا، يعني بيغيبوا وبتاخدهم الوقفة دي وبيعلقوا فيها كتير. والأوحش من كده إن دخولهم للزنقة دي أو الموقف ده أو الكورنر ده بيكون بسيط أصلا، ومن كتر ما هم دخلوا واتزنقوا واتحشروا في الموقف ده بقوا بيمروا بمواقف أصعب وأصعب، وصعوبة بتولد صعوبة. فدي مهارة مهمة جدًا إن أنا أبقى عامل زي سواق العربيات المتصادمة، لمّا خلاص كده، كده الدنيا هتاخدني شمال ويمين، يوم كده ويوم كده. فاليوم اللي بيبقى معوج ويوم فيه حزن وزعل، أنا حاطط في دماغي إن أنا أخش وأطلع على طول، أعيش الشعور وأعيش المشكلة دي وأفهم هي جاية ليه وتعمل إيه، أو حتى أعيش المشاعر الحزن والألم والضيق وكل حاجة، وأنا في دماغي إن أنا مش مطوّل، أنا هارجع لحياتي الأصلية والعادية. دي أول نقطة. النقطة التانية واللي ذكرتها برضه في نفس الفقرة، حتّة في الأيام بقى اللي أنا مش فيها خابط ومزنوق وحالتي حالة، الأيام بقى العادية، عيشها بشكل اللي هو إيه، افرح وفرّح الدنيا. ما تخلّيش أيامك عادية، الأيام أصلًا مش عادية. الأيام اللي إحنا بنقول عليها عادية دي كلمة ظالمة لمقدار الأيام. الأيام فيها نِعَم من الله رهيبة، ما تخلّيهاش عادية. وهي ذكرت برضه في بقية الفقرات دي قصة البنت، بتقول في مُدرسة قالت للبنات قصة حلوة أوي. مُدرسة قالت للبنات للولاد عندهم في الفصل: اكتبوا عجايب الدنيا ال7 في ورقة وهامُر أشوف أنتم كتبتوا إيه.
كل واحد يكتب اللي هو عايزه. فكلهم كتبوا وخلصوا عجائب الدنيا السبعة. ففي بنت عمالة تكتب 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 وما شالتش ايدها وعمالة مكملة. فالمدرسة استغربت، قالت لها انت مالك بتكتبي ايه ده كله؟ احنا بنقول عجائب الدنيا السبعة مش كتير. قالت لها والله انا اكتشفت مش عارفة اعمل ايه، المشكلة ان عجائب الدنيا اكتر من 7 بكتير، مش عارفة اكتب ايه ولا ايه. فبصت المدرسة في ورقة البنت لقيتها كاتبة ايه؟ عجائب الدنيا السبعة إننا، وراحت كاتبة 1 بنشوف، 2 بنسمع، 3 بنتكلم، 4 بنحس، 5 بنتذوق، 6 بنضحك، 7 بنحب، ولسه مكملة. ناقص تقول يعني بندخل وبنطلع عندنا مش كتبت الحاجات العادية اعتبرتها عجائب الدنيا السبعة. فشوفوا قد ايه ممكن يكون مخ حد وصل لمرحلة انه بيعتبر ان الحاجات العادية عجائب من عجائب الدنيا، مش 7 بقى، ده هتبقى عجائب الدنيا المفتوحة. فالحياة اكثر من ان احنا نعقدها. فلما تقف بينا بسرعة لملم نفسك واطلع، مش بالمقاومة ومش بالإجبار، بس بفكرة إن أنا أصلا الدنيا بتتحداني وأنا بطل. أنا بطل، لازم أبقى قد التحدي، ما أقفش وتنح وتهزمني وتكسرني لا، هي هتيجي عليا أيام، يلا خدها بالراحة كده وبحرفنة وبمهارة واطلع منها. اللي هيساعد أكتر في الحاجات دي إن الأيام العادية ما تبقاش بالنسبة لي عادية، تبقى فرح، اعيش واتبسط وافرح وافرح اللي حواليا واعمل الحاجات اللي بحبها واستشعر واعدد نعم ربنا في الايام العادية، عشان لما اقف في الايام الصعبة ما يبقاش صعب عليا اتذكر نعم ربنا. وده سؤال مهم جدا. في ناس كتير بتقول انا عارفة معلومات كتير عن الشكر، ومعلومات كتير عن ان انا احل المشاكل، ومعلومات كتير عن ان انا لما بتحط في موقف اعمل ايه، بس في الموقف ما بعرفش اتصرف. انا فعلا ببقى مش شايفة قدامي، وكل المعلومات كلها طارت، ولا كورسات ولا فيديوهات ولا نصايح ولا اي حاجة. انا ببقى كل غضب وكل هم وكل حزن وكل احاسيس ومشاعر وحشة. بالعكس كمان، ده لو حد نصحني وحاول يطلعني من اللي انا فيه، انا ببقى رافضة ونفرة وعايزة اقول بس خلاص انا مش عايزة اسمع من حد حاجة، سيبوني في اللي انا فيه. ليه انا بالحال ده؟ ليه ناس بتوصل للحال ده؟ هي بتسأل السؤال ليه انا ببقى كده. السؤال الإجابة على السؤال ده هي فرق دخلة البني آدم على الأيام الصعبة. في بني آدم داخل على الأيام الصعبة وهو عارف إن هو دخل وطالع، وبني آدم مش مركز دخل واتزنق، دخل وعلق. ده فرق في الرؤية، ودخل وفرق في قيادة الأيام، فرق كبير. الفرق التاني والمهم جدا الأيام بقى العادية. الشخص اللي بيخش ويطلع بسرعة أيامه العادية شاحنها طاقة فرح وحب وانبساط وتعدد نعم، بيعدد النعم. الشخص اللي بيخش ويثبت وينزل ويتزحلق في الهم، ده شخص أصلا أيامه العادية معتبرها عادية. ده اللي تيجي تقوليه أخبارك عامل إيه يقولك الحمد لله، بطريقة كده استغفر الله العظيم حقيقي. اللي تيجي تقولي له الدنيا عاملة معاك إيه، عادي اهو ادينا عايشين. اوف ربنا يا ربي يعينه على اللي هو فيه الشخص اللي كده. وده انا بقابلهم كتير كتير. في الحمد لله كده تشحن، في الحمد لله كده الواحد يقولها، يعني اللهم لك الحمد ان الواحد بيقول انا تمام الحمد لله الدنيا جميلة. حتى يعني مش يعني سبحان الله ممكن يكون الحياة عادية فعلا، بس هو بيبلغ عن ربنا للناس. يعني انا دلوقتي بوصل حال نعم ربنا عليا للي بيسألني عاملة ايه، فانا لازم اكون مستشعرة بالحياة انها فعلا نعمة. الحمد لله، الله الحمد لله الدنيا جميلة، في نعمة والله. حتى والله كلمة في نعمة، في ناس لما تيجي تقولها عاملة ايه تقولك في نعمة بشكل مميت، بشكل يعني استغفر الله العظيم. نفسي اقول لها اغزك يا شيخة، ايه ده ايه النغمة المحبطة اللي بتقولي بيها الحمد لله، ولا بتقولي بيها في نعمة، ولا بتقولي ماشي الحال يا ربي. وفي ناس تانية ممكن حتى ما تنطقش وانت بتسأليها عن حالها عينيها فيها فرحة، مش عشان هي عندها كسبت منسى اربح المليون ولا جوزها مهنية، لا، هي بتطلع السعادة من اي تفاصيل في حياتها. فالحياة أقصر من إن احنا نعقدها، الحياة أقصر من إن احنا نتحشر فيها في مواقف ونسيب نفسنا فيها، وحزن يجيب حزن وهم يجيب هم، وأقصر من إن أنا أضيع طاقتي
نقاش وجدال وحروب مع الناس، لأ، وفّر، أقصر من حاجات كتير، أقصر من إن إحنا نعيش غير شخصيتنا. بصراحة يعني المقطوعة دي أو الحتّة دي من الكتاب تستحق إن هي تتعمل كتاب لوحده، وفعلًا في كُتب مخصوص في الامتنان، كتاب زي كتاب السحر بتاع روندا باير تقريبًا، كتاب خطير، السحر مش السر، لإن هي عاملة كتابين، كُتب خطيرة بتتكلم مخصوص على القطعة دي، وكُتب كتير مش دي بس. فدي مهارة ودي شخصيات ودي نوع من الناس الواحد يحب يكون منهم، وأدعوكم إنكم تكونوا منهم، إن الحياة فيها العادي اللي محتاج يتعاش مش عادي، محتاج يتعاش بحب وبتفنن وبتعدد النعم. عدد النعم في الأيام العادية عشان لما نقف تبقى وقفتنا سهلة ونعرف نخرج منها، والحياة تبقى لعبة حقيقي، لعبة ممتعة وتحدي، نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا رب الحياة اللي احنا اتحطينا فيها وريناك أفضل تعامل لينا معاها. احنا يا رب كنا قد الحياة، كنا يا رب في الحياة اللي انت وضعتنا فيها مش متمردين ولا متذمرين ولا حالتنا حالة، لا، ده احنا بنتعامل مع الحياة تعامل ربنا قال لنا عيشوها فانا عشتها، جيت لك يا رب وانا عايشة الحياة بالطريقة اللي تحب تشوفني بيها. عبدي تباهي بيا، تقول عبدي حطيته في ظروف وخليته يمر بظروف وطلع منها كسبان وشاطر وممتاز وممتن، في حين ان في ناس تانية اتحطت في ظروف اخف منها طالعة بتشد شعرها وليه يا رب وعملت كده يا رب. لا، عايزين نقابل ربنا واحنا بنقول له دي نوع الحياة اللي انت فرضتنا عليها، اللي انت وضعتنا فيها يا رب، شوف احنا عملنا فيها، احنا جدعان، احنا شطار، اني جاعل في الارض خليفة، انا كنت حق خليفة، انا كنت فعلا عبادي، قل يا عبادي، لما ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، انا كنت ده، انا كنت عبدك ده، انا كنت خليفتك في الارض، انا كنت الصورة اللي تحب تشوفني وتباهي بيها الملائكة، إني أعلم ما لا تعلمون. هو قال لهم كده، أنا عارف هو هيعمل إيه، انتوا تعرفوا، انتوا ما تعرفوش اللي أنا عارفه عنه، ربنا قال عني كده. فده اللي احنا عايزين نقدمه لربنا في صورة الأيام اللي احنا بنعيشها. الأيام فيها وفيها، الدنيا مش أبيض مش وردي، الدنيا فيها وفيها، متضحكش على نفسك. فلما تيجي الأيام اللي هي مش وردي ومش حلوة، أنا هعيشها بطريقة ربنا يباهي بيا الملائكة يوم القيامة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.